طيب مبدئيا يا جماعه الحلقه دي برعايه قهوه فيشه دعايه مجانيه. العنوان يا جماعه السماكين. آه، هي مشهوره يعني مفيش غيرها. حلو البتاع ده عندك ظهر عندك كويس. والله انا سعيد ان انا قابلتك بصراحه. والله انا حازم. اسمي حازم بيومي. بشتغل في مؤسسه مصر الخير. احلى فلوس يا باشا، احلى اللهم فلوس. صل الله على يسهل لكم. انت جاي تنق علينا. الله ييسر لكم يا سيدي. اللهم امين يا رب. طبعا شغلك ده بيخليك تتنطط في اماكن كتير، تسافر هنا وتسافر هنا. بص هو انا محظوظ في شغلي ان انا طول عمري اشتغل في اي مكان. رقم واحد فيه بيكون السفر. يعني قعدت في الشباب والرياضه في الوزاره اشتغل في تدريبات مع وزاره الشباب والرياضه سنين، كلها عباره ان انا الف على المراكز الشباب والف في محافظات واسافر. تعبت قلت لا اشتغل بقى ايه في مكان تاني يعني. اشتغلت مع المجلس القومي للمراه برضو تدريبات ونلف الجمهوريه ونترمي في الفرافره شويه. طب ده احلى شغل ده ولا ايه؟ ما هو ما بناخدش منه غير اللف. ده جميل جدا لكن يعني. فلوس كلنا مديونين الحمد لله. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده. مش مصر الخير اللي بتوع مديونه، لا. ده قبل كده كنت مديون. دلوقتي الحمد لله بقيت مديون آه. وتعبان. طيب انت شغلك مع يعني في احتكاك كبير بالجمهور، صح؟ صح. قول لنا كده بقى ايه يعني، ايه الحاجات الغلط اللي بتلاقيها متوارثه وبتتنقل من جيل لجيل ومن ناس لناس موجوده في محافظات مثلا مختلفه؟ محافظه ايه مشهوره بايه؟ حاجات كده مثلا على كل محافظه ايه اللي فيها؟ بص هو انا طبعا احنا هنا في اسماعيليه مشهورين بالمانجا. ما اعرفش ليه زمايلي من المحافظات التانية بيشوفونا علينا قفص مانجا. اي حد اكلمه اقول له اعرف نفسي انت منين من اسماعيليه. ما فيش مانجا معاك اقول له حاضر اطلع من الشجره دلوقتي واديك. رقم واحد. رقم اتنين، طبعا كل محافظه ليها طبيعه ودي حاجه حلوه بصراحه. يعني مثلا الوادي الجديد مثلا، قعدت مره انا في مزرعه بلح وتمر وبسطنا جدا وجبت من هناك تمر وصاحبي بصراحه روق عليا. تروح البحيره تلاقي الجوافه هناك جميله جدا سبحان الله، مع ان ممكن تكون اللي بتيجي من البحيره بتيجي عندنا بس طعمها هناك احلى. ما هو عشان انت في البحيره زي اللي بيجي من محافظه تانية اسماعيليه مثلا. فاقول لك المانجا في اسماعيليه، مانجا اسماعيليه ممكن تروح له عادي عنده هناك، صح. كل محافظه فيها حاجات الا الشرقيه بقى. ما اعرفش المحافظه دي مشهوره بايه. بص ما فيهاش حاجه مع انها من اكبر محافظات الجمهوريه. جايبه من اسماعيليه طبعا. العاشر طبعا. عند القاهره. اولاد صقر دي جنب المنصوره. ديار بنجم. بص بلد غريبه ما تفهمش البلد دي مشهوره بايه. واسوأ بلد بصراحه. لا كده اهل الشرقيه هيزعلوا. والله بص انا اصحابي كتير من الشرقيه ان شاء الله مش هيزعلوا. هم عارفين ان بلدهم ما فيهاش ميزه. زحمه جدا كبيره جدا مش مشهوره بحاجه. لا بس هي مشهوره بالكرم يا اخي. الكرم؟ يعني دايما الشرقاوه. انا ليا واحد صاحبي اسمه كرم فعلا من الشرقيه. الشرقاوه معروف عنهم ان هم كرمه. والله مش كلهم بس انا معاشر كتير. في كرمه فعلا وفي يعني انا اذكر كان في نكته طالعه كانت بتقول لك ايه، ان القطر بتاع المنوفيه عطل في الشرقيه، فعزموا كل الناس بتوع القطر بتوع المنوفيه، عزموا كل اللي من المنوفيه اللي كانوا موجودين في القطر. المنوفيين هم اللي عزموا القطر؟ لا الشرقاوه. الشرقيه عزمت كل الناس بتاعت المنوفيه اللي كانت في القطر، لان القطر عطل في الشرقيه. حلو تمام. فلفت الايام والقطر بتاع الشرقيه عطل في المنوفيه. حلو. عملوا ايه؟ باعوا القطر. لا بتوع المنوفيه زقوا القطر من المنوفيه لحد الشرقيه. لا المنوفيين ناس برضو دول اخواتنا وحبايبنا. عندهم بعض الصفات السيئه الكتيره بس مش هنتكلم عليهم يعني. لا عندنا حاجه تانية برضو في الشعب المصري بقى. هي اللي ايه العادات والتقاليد الغلط او الاسئله بصراحه. يعني مثلا عندك حاجات يقول لك ايه ده القهوه خير. يا عم القهوه اتكبت. انا ايه الخير في كده؟ ما هو عشان اللي دلقها ما يضربش. يعني بيحاولوا يحللوها باي شكل. يعني تقع عليا وتبهدلني يقول لك خير. انا ما شفتش خير في الموضوع خالص. ايه اللي خلاها خير انها تدلق؟ دي حاجه سيئه جدا. عندنا برضو اسئله غريبه قوي زي مثلا عريس وعروسه اتجوزوا. عندنا احنا حاجه اسمها الصباحيه، نروح نزورهم الصبح تاني يوم. دي تقاليد، دي معروفه، دي حاجه اساسي يعني. ايوه. ايه بقى اللي يخلي ناس تزورني يوم الصباحيه بتاعتي؟ ليه يعني؟ ما علشان يطمنوا على يطمنوا على ايه؟ ايوه انه بيجوا يقول لك ايه عملت ايه؟ اللي عملت ايه؟ عملت عمره يا عم. امبارح كنت على عرفات.
لا لا، عادات سيئه جدا بصراحه. زي الاسئله، انك تلاقي مثلا اي حد يسال اي بنت مثلا ايه هتتجوزي امتى؟ يا عم انت مال امك تتجوز امتى، ولا انت مالك بجد والله؟ ايه السؤال ده يعني؟ لا هو ما سؤال اتجوز. رخم بصراحه، لما حدد الفرح، وخصوصا انه بيبقى احراج يعني، ولو لما قدام ناس كمان بيبقى احراج اكتر واكتر. لما حدد الفرح اكيد هعزمك. زي مثلا عندنا حاجه زي ما احنا قلنا دلق القهوه خير. اه لما تلاقي واحد بيشكر في حد او يعني خايف يحسده، لك امسك الخشب. طب لو مسكت الحديد دي مثلا يعني هيترقى في الشغل مثلا. ما هو بقى من المشكله ان انت ايه يعني، اصل الحاجه دي جايه من فين؟ اصل معرفش. الكلام ده جه من فين او بدأ من فين؟ ممكن يكون نجار اللي قال المثل ده. ايه اللي خلينا امسك خشب غير ان انا عندي نجار؟ صح. لاجل الشهره يعني. مثلا انا عندي خشب حلو، لك امسك الخشب، فحاجه حلوه. ممكن. طب لو مسكت ما هي النحاس؟ في حاجات فعلا ما بتعرفش اصلها طالع من فين، ايوه، ما وفي حاجات احنا توارثناها مش من الشعب المصري اساسا، حاجات من الشعب التركي، حاجات من الدول اللي احتلتنا. مثلا كل حاجات جايه من بره. يعني مش شرط انها تكون حاجه من عندنا احنا يعني. في حاجات تانية بقى كتيره سيئه، زي مثلا حد يشوف غراب اسود فيتشائم. اه يقول لك انا شفت غراب اسود. طب هو في غراب ابيض مثلا؟ لو لقيته انا ابقى متفائل كده ومبسوط؟ مفيش. مع ان على فكره موضوع الغراب ده، يعني الغراب ده من اذكى الطيور طبعا. حرفيا. هو اللي علمنا الدفع. يعني وبيعمل محاكم. ده حقيقي. عنده الغراب عنده نظام كبير، حاجه مش لا، مش الغراب صغيره مدرسة وبنحبه. ليه. اولا لو وقع منهم غراب اتفرج على اللي بيعملوه، يعني انت لو لمست منهم غراب يعني اتفرج على اللي صح يعملوه صح. فيك. عايز اقول لك بقى ان احنا فينا ناس اسوأ من الغراب. ده مليون مره. المفروض نتشائم منها هي بقى، مش نتشائم من الغراب. الراجل ما عملش حاجه، ما جاش ناحيتنا، لكن احنا المفروض نتشائم منهم. امم في حاجات اسئله غريبه جدا. الواحد بقى بصراحه بيكون نفسه يمسك الشخص اللي قدام منه ده، يديله في وشه ويقول له فوق، احنا مالناش دعوه باللي انت بتقوله. انت مالك؟ لا. وبعدين في عادات وتقاليد بالذات في الكوره، يعني ان الناس كلها داخله في حياه بعض. يعني مثلا ممكن يكونوا يتكلموا يعرفوا كل بيت ده فيه ايه اللي بيحصل. عارف لو انت معدي في شنطه انت كده فيها قصدك طلبات في الكوره يعني؟ في الكوره. اه انت مروح البيت معاك بس طلباتك انا في كيس. فكرتها الكوره. لا، الكرة الكوره العزب يعني. تمام. انت مثلا معدي كده في شنطه في حاجات، كل همهم يعرفوا انت جايب ايه. ما هو ده دول الرادار بتوع اه. يعني لو حاجه ضاعت ممكن تسالهم هم. دول الرادار بتاع المنطقه، لازم لا، عارف انت ايه. حاجات غريبه. لازم تعمل بصمه الصبح وانت ماشي، وبصمه اخر النهار وانت راجع. حاجه سيئه، عشان كده بحب اروح بالليل انا. بعد ما الناس تنام. او هات الحاجه في كيس اسود. كيس الاسود ده بقى بيقتل غرورهم. يا ترى الكيس ده فيه ايه؟ ايه اللي مدور الكبير ده بطيخه؟ لا ده كنتالوب. لا لا ده فراوله كبيره. تشغلهم. لا، حاجات سيئه جدا. انا مش عارف البتاع ده اللي بشربه ده طعمه، بس طعمه حلو. يقابلوا العروسه، ايه مفيش حاجه في السكه. معلش معلش يا جماعه، بس العزة. الله عندنا يرحمه. حاله بس. عندنا حاجه. لا منور. عامل ايه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. تيك توكر. تيك توكر انا راس يعني. مالي كام دلوقتي؟ مم. حب الناس.